إذا انتهت القمة أعزائي المشاهدين بتعادل 1-1، وهو بصراحة تعادل غير مستحق لنادي الزمالك اللي من وجهة نظري لعب تكتيكيا بشكل أعلى، عنده مدرب عارف قدرات اللعيبة، تعامل مع الماتش كما ينبغي أن يكون، عكس النادي الأهلي اللي مارسيل كولر بقاله 4 ماتشات بيواجه الزمالك تحس إن بيجيله زهايمر. تحس ان احنا ما عندناش كوتش بيعرف يغير سير المباراة ولا يقرا جيم ولا يعمل اي حاجة، وسايب اللعيبة تخطأ اخطاء ساذجة في التمركز والضغط وتفنيش الهجمة وكل حاجة. انا ما اعرفش يعني. تعادل نظريا محبط للاهلي، عمليا هو احسن ما تخسر. الزمالك ليه ضربة جزاء على فكرة في اخر الماتش، يعني كان ممكن يبقى النتيجة 2-1 بالمناسبة يعني، بس هي كروتت كده يعني في وسط الزحمة. ماتش صعب على الفرقتين، والفرقتين مش في احسن احوالهم الفنيه، ويمكن التكهنات كانت بتقول ان الاهلي هو اللي هيكسب والاهلي هيكسب الزمالك سكور وحاجات غريبه برضه نفس اللي احنا اتكلمنا فيه، ان الاهلي كسب اخر ماتش ليه قدام الاسماعيلي، وانا قلت لك قدام العدم وده مش مقياس، وماتشات الدوري مش كلها زي بعض، والزمالك اتعادل وتغييرات فنيه وعدم استقرار فني وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. ولكن الجديد في الزمالك في اخر سنتين ان هو عنده لعيبه عندها شخصيه، وعنده لعيبه عندها شخصيه البطل. عنده لعيب زي عبد الله السعيد لا زال 40 سنه بيلعب بمنتهى الخبره ومنتهى المعلمه وبيديك 90 دقيقه كما ينبغي. عكس انت النهارده، انا ما اعرفش ايه سر اكرم توفيق يعني. يعني ليه العند؟ لا شفنا منه اداء دفاعي كويس، ولا شفنا منه اي زيادات هجوميه ولا اي حاجه. كملوا محمد هاني. ايه المشكله لما الاهلي النهارده يبتدي بمحمد هاني؟ يعني الكوارث اللي بتحصل في الاهلي بتبقى عن طريق الباكات، الباك اليمين والباك الشمال، لان هما باكات نص، هما اصلا لعيبه نص ملعب، باكات مصطنعه. يعني سواء اكرم توفيق ولا كوكا، هما اصلا لعيبه نص ملعب. طبيعي جدا ما تلاقيش اي مسانده هجوميه ليهم، وطبيعي جدا ما يبقوش حافظين واجباتهم الدفاعيه. مستني ايه؟ انا مش عارف. يعني مش عارف ايه اللي المفروض يحصل عشان الاهلي يلعب كوره زي الناس. عندك كل المقاومات وكل الترشيحات بتصب في مصلحتك وكل حاجه. الماتش بديت 25 دقيقه مسيطر ومستحوذ وكل حاجه، وشوطه عشوائيه او يعني من هجمه عشوائيه مش هجمه منظمه. نقدر نقول ان امام عاشور شاط كوره بشماله، جت في ايد عواد وجت في العارضه. ده كل ملخص الشوط الاولاني للاهلي في الهجمات. سيطره اول 25 دقيقه، بعد كده سبت الكره للزمالك، او بمعنى اصح الزمالك خد الثقه. الزمالك فيه مدير فني قادر يطلع بالماتش للي هو عايزه، لعب بثلاثه، وصلاح مصدق ده لعيب كويس جدا على فكره، حسام عبد المجيد والونش قفلوا تماما على هجوم الاهلي. ولعب بعمر جابر ومحمود بنتايج، دونجا وشحاته في نص الملعب، قدام عبد الله السعيد وزيزو، اتنين لعيبه متحررين، يعني ما فيش وينج يمين وينج شمال. هو اللعيب اللي بيعرف يجيله، اللي بيعرف يعمل حاجه يعملها يعني، ودي لعيبه الخبره اللي تقدر تمسك لك الكوره. وسيف الجزيري قدام ايه، بيناوش لوحده يعني، ما نقدرش برضه نحكم على سيف الجزيري النهارده. في المقابل الاهلي لعب بنفس تشكيل الاسماعيلي، يمكن ما عدا التغييره الوحيده اللي هي طلع محمد هاني اللي هو كسيرد باك ونزل اشرف داري كمساك. بدا الماتش 25 دقيقه انت مسيطر مستحوذ، شكلك في الملعب احسن، بتاخد الكره الثانيه كل حاجه. الزمالك واقف صح، اعمل اللي تعمله بس انا واقف صح. كوره جت في العارضه ما فيش مشكله، بس ما اخترقتش، ما عملتش حاجه. بعدها بدات تمسك الكوره كزمالك وتنقل، وخلصت الشوط الاولاني من غير يعني، طلعت بالشوط الاولاني وخدت الثقه وامتصيت حماس لعيبه الاهلي وكل الكلام ده. بدات الشوط الثاني انت اللي ضاغط كزمالك وانت اللي اخطر، والكره بتاعت دونجا اللي هي بالراس، الكره العرضيه اللي عملها بالراس وشالها الشناوي، وبدا الزمالك يبقى شكله احسن وافوق. الاهلي من هجمه سريعه، جراديشار عدى من ناحيه اليمين وعملها بالعرض لاشرف بن شرقي اللي نزل مكان محمد عبد الله الغير موفق تماما، او بمعنى صح انا رميته في النار. يعني كولر النهارده رمى محمد عبد الله في النار. طب ايه البديل؟ كان البديل ان هو يلاعب حسين الشحات وينج يمين، يلاعب امام عاشور وينج شمال، ويزود نص الملعب الهجومي، يقدر ان هو يحط لعيب نص ملعب، يعني ممكن عمرو السولية، لعيب من اللي هو 8 تاني يعني. لكن النهارده انت افتقدت نص الملعب بتاعك الكرييتيف. لعبت باحمد رضا وهو لعيب كويس وعمل ماتش معقول جدا،
ولكن كنت محتاج خبره تانية جنبه زي عمرو السوليه، مروان عطيه، بيأمنهم الاثنين يبقوا الاثنين تمانيتين، ومروان عطيه في القلب، ومعاهم امام عاشور وحسين الشحات وقدام جراديشار، او كنت تلعب وسام وجراديشار الاثنين تضغط على دفاع الزمالك بدل ما هو بيلعب ثلاثة كنت انت تضغط باثنين. ده كان منطقي جدا وطبيعي جدا. يخلص الشوط الاولاني، الشوط الثاني اشرف بن شرقي بيجيب الجول. الناس اعتقدت ان خلاص كده الماتش خلص، وان الاهلي خلاص في الدقيقه 72 يقدر يقفل كل الكلام ده. هو سيناريو كان بيحصل من 10 سنين، من 5 سنين، لكن الجيل ده بلعيبه الاهلي دي قدام الجيل ده بلعيبه الزمالك دي ما تضمنش اي حاجه. الزمالك بينقل عليك فوق ال 20 نقله، وفي الاخر خالص بيوصل بكره طوليه من السيرد باك المغربي بتاعهم اللي هو صلاح مصدق تقريبا، يعني مش عارف، مش فاكر اسمه بالظبط قوي يعني. بيستلم ناصر منسي ومعاه احمد رضا ومعاه رامي ربيعه، وبيفتح بقى لمين؟ لعمر جابر. ليه؟ لان كوكا ضامن قوي لجوه، واشرف بن شرقي صباح الفل ولا مش هيرجع يدافع ولا اي حاجه. تمام. عمر جابر بيعملها بالعرض، تعدي الشناوي، تعدي كل الناس، بنتاج بيحط الجول والجول فاضي طبعا سهله جدا. 1-1، والاهلي هنا بيتوتر والزمالك بياخد الثقه. الزمالك بيعمل المرتدات، كان منها واحده خطيره جدا، ودي ضربه جزاء بس اتكروتت، اتلعبت بسرعه من الشناوي. واللي ساعد في كده ان لعيبه الزمالك ما اعترضتش، يعني زيزو ما اعترضش، ناصر منسي ما اعترضش، ما حدش اعترض. فلعيبه الاهلي لعبت الكره بسرعه، واذا خلاص الكره لاغيه، او بمعنى اصح الفار لاغي بعد كده، وبتعدي الماتش من غير اي خطوره حقيقيه تذكر للاهلي. الاهلي بيناوش بس بيشوط يعني اي كلام اي كلام اي كلام. سيبك من الدوري، وسيبك من فرق النقط، وبيراميدز هو المستفيد وفرق كل الكلام ده، ما فيه. الزمالك انت رجعته النهارده للمنافسه. الزمالك هو منافسك على الدوري على فكره، وبيراميدز هيقع اجلا ام عاجلا، هيقع برغم من السكواد المحترم بتاعه. ولكن بيراميدز مش من الفرق اللي تقدر تكمل الدوري لحد الاخر، حتى برغم انه يمتلك السكواد ويمتلك الشخصيه ويمتلك كل حاجه، ولكن ممكن يتكعبل في ماتش. الزمالك رجعت له الثقه، رجع له روح. جوزيه باسيرو انقذ مجلس اداره الزمالك من العته الاداري اللي بيحصل في نادي الزمالك بالمناسبه. انت كنادي اهلي فرطت في فوز، لان انت كان بايدك تقدر تامن الفوز بانك انت تامن خط وسطك بشكل مظبوط، تامن وينجاتك بشكل مظبوط، تنزل الدبيس مع كوكا يقدروا يسدوا شويه على عمر جابر او على الناحيه اليمين. الشمال انت برضو متمسك بوجود اكرم توفيق على الباك اليمين. معرفش ليه، يعني انا معرفش اكرم توفيق النهارده دوره ايه، لا شفته سد هجوميا ولا عمل حاجه دفاعيا ولا عمل اي حاجه. انا معرفش. احنا عندنا مارسيل كولر، الراجل يعني الحقيقه بيحبطك فنيا وبيفقدك الثقه في النادي الاهلي قدام الزمالك. وبقالنا على الحال ده من السنه اللي فاتت، من ماتش الكاس اللي كسبناه 2-0 باي لك، تمام، لحد النهارده. انت لعبت قدام الزمالك كسبته 2-0 وكان شكلك وحش وكسبته بالحظ. لعبت الدور الاولاني السنه اللي فاتت وخسرت من الزمالك 2-1، ولعبت قدام الزمالك في السوبر واتعادلت 1-1 وخسرت ضربات جزاء، ولعبت قدام الزمالك في السوبر المصري واتعادلت 0-0 وكسبت ضربات جزاء. انت ما قدرتش تكسب الزمالك. شوف بقى لك قد ايه ككوره انت ما قدرتش تكسبه، كعناصر فنيه وتقل في الملعب انت ما قدرتش تكسبه. ايه اللي ناقص تاني؟ داخل على سنه ما قدرتش تكسب الزمالك، مش عشان الزمالك يعني وحش، لا، عشان انت اللي وحش. الاهلي اللي وحش فنيا، وحش. انا ما اقدرش الوم على لعيبه النهارده، لان ده ماتش فيه جزء تكتيكي لازم نحمله للمدير الفني اللي قاعد مش عارف هو عايز ايه من الماتش. الاداره جابت الصفقات نفعتك النهارده. وجود جراديشار نفعك النهارده، وجود بن شرقي اللي جاب لك جول صعب على فكره، مش سهل خالص. ارتفاع صعب جدا للكوره، حطها بدماغه وهو بيجيد الحاجات دي، ولكن هو حطها بشكل مظبوط، وتحركه وتخطيطه كانت بشكل مظبوط جدا. ان هو خد يعني انطلق ورا عمر جابر بشكل مظبوط. هنعمل ايه تاني؟ ايه اللي مطلوب عشان الاهلي يكسب الزمالك ككوره في ماتش عادي؟ انت تقدر يبقى عندك الافضليه النفسيه والافضليه المعنويه اكتر من كده. يعني ايه اللي ناقص؟ الاهلي النهارده افتقد واحد مهم جدا، وهو مجدي قفشه. مجدي قفشه ده بتاع ماتشات الاهلي والزمالك، اللعيب اللي بيعرف ينقل الكوره وبيعرف يستحوذ وينقل نقل ايجابي. النهارده ما شفناش امام عاشور، طبيعي ما تشوفوش.
مش عشان هو وحش، عشان المنظومه كلها مش مساعده على تالق لعيب. ما شفتش احمد رضا، ما عملش حاجه، او يعني ما عملش حاجه هجوميه النهارده. ليه؟ لان المنظومه كلها مش مساعده. عندك مدير فني مش قادر يغير. يعني انت ما قريتش الجيم من اول ثلث ساعه؟ انت فين؟ انت ما قريتوش من بعد الشوط الاولاني؟ يعني ما حاولتش تشوط من بره ال 18. الزمالك واقف صح، انت فين التصويبات؟ ما عندكش باكات بترفع، وينجاتك ما بتخترقش. تكسب ازاي؟ بمناسبه ايه؟ انا شايف ان الاهلي يشكر ربنا على النقطه الثمينه، وكويس جدا انك انت ما خسرتش، لان انت بتعك يا اهلي، او انت كولر بتعك وربنا بيستر. يعني حسبي الله ونعم الوكيل بجد في كولر على الهبل اللي هو بيعمله. والماتش بصراحه فير قوي انه يطلع تعادل بالنسبه للاهلي، او بمعنى صح هو يعني نتيجه كمان فوق الممتازه للاهلي باللي احنا شفناه النهارده. ونتيجة مرضية جدا للزمالك، انه طلع شكله كويس وخد اشادة الجمهور والاعلام طبعا هيطلع يطبل للزمالك عادي، وده حقه وده طبيعي، لان هو لعب على قد المعطيات اللي قبل الماتش، مش على قد امكانيات اللعيبه. الزمالك كان يقدر يلعب ماتش احسن من كده ككوره وكامكانيات لعيبه، ولو جوزيه جوميز كان موجود كان كسب النهارده. عموما الزمالك كسب مدير فني عنده شخصيه، وقادر يتعامل مع كل ماتش برؤيه مختلفه، وقادر انه يطوع القماشه اللي معاه انها تطلع اللي هو عايزه بالظبط. والزمالك دخل في المنافسه. الزمالك منافس ولا زال منافس، وهينافس الاهلي على الدوري. بيراميدز زي ما قلت لك مش هيستمر كتير، ما اعتقدش انه هياخد الدوري. الزمالك رجع منافسه. مبروك لجمهور الزمالك الاداء، المدير الفني اللي انقذ الاداره بالكامل من طوفان كان هيصيب الاداره في حاله خساره الماتش ده. نشوفكم على خير ان شاء الله في مناسبات لاحقه. تصبحوا على خير. السلام عليكم.